هو احنا كمنتخب مصر موجودين في كأس العرب 2025 في قطر ليه؟ يعني ايه السبب انك موجود في كأس العرب؟ بتكلم جد يعني، مش المقصد منه طريقة خالص على اداء المنتخب امبارح. هو إيه المطلوب للبطولة؟ او يعني انت رايح البطولة ليه؟ يعني في 2021 احنا عارفين ان رايحين البطولة عشان كنا بنجرب عناصر هتبقى نواة للمنتخب الاول بعد كده. كانت واضحة خالص انك مش رايح تاخد البطولة. تمام. مش عندك لعيبة اساسية محترفين زي محمد صلاح، عمر مرموش كان لسه وقتها. ما عندكش لعيبه بخامات مثلا محترفين. تقريبا مصطفى محمد ما كانش موجود في البطوله دي، فبالتالي انت بتجيب عناصر تانية واعده ومش لازم تكونوا في اهلي وزمالك، علشان اللعيبه دي هي لعيبه شباب وهتفيدك بعد كده، واللعيبه دي هتكون نواه المنتخب بعد كده. حتى لو المطلوب ده مش هو اللي ظهره اتحاد الكره على الشاشه، بس ده اللي كان ظهره كيروش للاعلام والراي العام في مصر. هي دي كانت نقطة واضحة، وبالتالي المطلوب ده حققناه. يعني احنا شفنا محمد عبد المنعم اللاعب اللي كان معار من النادي الاهلي في الوقت ده لفيوتشر، عمر كمان ناحيه اليمين، طلعت بلاعب زي مروان حمدي، عندك لعيبه كتير جدا استفدنا منها، فبالتالي احنا طلعنا مستفيدين وما خدناش ما طلعناش مثلا بفضيحه من البطوله. انت خدت مركز رابع وكنت قريب توصل للنهائي بجون يعني في نفسنا من عمرو السوليه في ماتش تونس. ففي الاخر مش هنزعل قوي على قد ما احنا استفدنا وطلعنا بعد كده بلعيبه فادت المنتخب. تمام. البطوله دي بقى انت المطلوب منك ايه، او انت موجود منها ليه، موجود فيها ليه؟ النقطه واضحه خالص من البدايه، انت رايح بتلعب في البطوله دي عشان الرشانات بتوع البطوله، علشان ان البطوله دي وحلم وكابتن حلمي طولان قال لك المكسب في البطوله دي فعلا اكتر من كاس افريقيا. فانت رايح خلاص، انت رايح تكسب. يعني سيبك بقى من اي حاجه تاني، سيبك من ان انا عايز اجيب لعيبه تفيد المنتخب، بان في تناغم كده، وفي ما بين تشاور بين مدرب المنتخب الاول ومدرب المنتخب الثاني علشان يشوفوا الافضل للكره المصريه، لان اصلا مدرب المنتخب الثاني ومدرب المنتخب الاول الاثنين ما بينهم صراعات والاثنين مش طايقين بعض. تمام. فالنقطه دي خلاص عديها. فحاليا انت بتلعب عشان تاخد البطوله. فخلاص انا النقطه واضحه بالنسبه لي، اشتريت ما اشتريتهاش او عجباني مش عجباني، خلاص هي دي النقطه المطلوب في البطوله. تمام. فانت راح تاخد البطوله، فبالتالي يبقى انا هجيب لعيبه قبل البطوله خالص. انا هجيب لاعب حتى لو اللاعب ده عنده 50 سنه، طالما اللاعب ده هيفيدني هيجيب لي البطوله، فاللاعب ده لازم يكون عندي في المنتخب، طالما في سياق الاحترام، طالما اللاعب ما عملش تجاوز ما يسمحلوش انه يكون في البطوله. فيبقى معايا لعيب زي ده، يكون عندي اللعيب ده مش فارق معايا بقى اللعيب ده محسوب عليا، محسوب على مدرب تاني، محسوب على حسام حسن اللي هو مدرب المنتخب الاول، ما بينه وبينه مناوشات، ما تفرقش معايا بقى طالما اللاعب ده هيجيب له بطوله. وكلامي واضح خالص عن ناصر ماهر. ناصر ماهر من حسام حسن ما خدوش لاسباب بقى فنيه، لاسباب بسبب ان ناصر ماهر اتكلم لما هو ما كانش موجود في القائمه الاخيره، فما خدوش عاند معاه، ما خدوش في البطوله دي في بطوله افريقيا او في القائمه الاوليه لبطوله افريقيا. كل دي اسباب ما تخصنيش طالما اللاعب ده هيفيدني في المنظومه وهيكسبني وهيوصل لي المهاجم باسهل الطرق، واللاعب ده افضل بكتير من قفشه اللي موجود معايا، اللي انا واخده كلاعب صانع العاب، اللي ما بلعبوش كمان، هنتكلم في النقطه دي كمان شويه، اللي ما بلعبوش كلاعب صانع العاب علشان يحرك لي ويدي لي حلول في الثلث الاخير، ويوصل لي المهاجم اللي ما وصلش كور اصلا. تمام. فالنقطه دي الكابتن حلمي طولان عمل على اساسها. ده ناصر ماهر ده لاعب من وسط لعيبه كانت لازم تكون موجوده، ما عملش على اساسها. تمام. فخد سكواد هو مش الافضل بالنسبه للمطلوب. طيب هل انت اخترت في السكواد ده اللي هو مش الافضل المطلوب، اخترت الافضل عناصر فيهم عشان تحطهم في تشكيله في ال11؟ مش ده اللي حصل. تمام. انت بتلعب بطريقه 4-3-3. انا مش بغلطك، ومش هقول لك مثلا اعرف اكتر منك والكلام ده كله، لا، انا بتكلم دلوقتي في ان ال4-3-3 بديهيا خالص. انا دلوقتي عندي 4 مدافعين على خلاص، 2 مساكين وواحد باك يمين وباك شمال، وعندي 3 وسط ملعب لازم يكون بروفايلاتهم مختلفه. ده انا في الحاله لما بلعب ب3 وسط ملعب، 2 منهم لو انا بدافع احط 2 منهم دستروير، 2 منهم ارتكاز، والاتنين مش دستروير بصوره 100%. عندي واحد فيهم مقاتل وجرينتا مش طبيعيه ودفاعيا اكتر، وعندي لاعب تاني يعني هو بيدافع وفي نفس الوقت عنده الادوار الهجوميه. واللاعب الثالث لازم أن يكون لاعب صانع لعب، ليه بس ادوار هجوميه، بلاي ميكر، لاعب رقم 10 صريح. تمام. في حاله لما العب 2 دستروير، ممكن العب واحد دستروير واحد بس، واثنين عندهم الحاله الهجوميه، بيهاجموا وبيدافعوا.
يعني عندهم 50 او 60 كمان، او 60 40 كمان. يعني لازم يكون عندي لاعب في الهجوم، الناحيه الهجوميه اعلى شويه، عشان اقدر اخلق الفرص ويبقى عندي المقومات اللي انا اقدر اهاجم. لا، كابتن حلمي طولان في الماتش اللي قدام الكويت، اللي هو يعتبر اقل فرق المجموعه، لعب ب3 دستروير، هم لعيبه دستروير صراح، دفاعيا اقوى من هجوميا مليون في الميه. غنام محمد وعمرو سوليه ومحمد النني. وزيدك من الشعر بيت ان عندك محمد النني وعندك عمرو سوليه، اتنين اصلا في الثلاثينات من عمرهم، فبالتالي الورك ريت بالنسبه لهم او المجهود في ارضيه الملعب قليل جدا. والمطلوب من الاثنين دولت ان هم يكونوا في مركز مطلوب منهم من الصندوق للصندوق، من ال 18 الفريق الخصم، من ال 18 فريق الفريقنا، بيدافعوا بيهاجم بوكس تو بوكس زي ما احنا بنقول. لعيب بيفضل مجهوده البدني مطلوب منه يكون 100%، تمام؟ لا اما هيديني ثغرات في الحاله الدفاعيه في التحولات من الهجوم للدفاع، او لا اما مش هيفيدني في الناحيه الهجوميه لما بعوز هو يعمل لي زياده عاديه في الناحيه الهجوميه. مش موجوده، واللعيبه دي مش هتساعدك على كده، تمام؟ فالاختار الثلاثه غير موفق، الثلاثه اللي هم اللي في وسط الملعب بالادوار المطلوبه منهم. عندي 2 اجنحه، جناح يمين عندي مصطفى سعد ميسي. انا من الناس اللي بفرح قوي لما بيكون عندك لعيب صغار في السن، اللي هو اصلا في الاساس مش صغار في السن. انا عندنا في مصر 24 25 26 سنه ده لاعب صغار في السن. بس خلينا بالمعطيات او بالتقييم اللي موجود في الكره المصريه، ان ده لاعب صغير في السن، تمام؟ فاللاعب ده هيفيدني بعد كده في المنتخب الاول مثلا زي مصطفى سعد ميسي، تمام؟ وناحيه شمال اسلام عيسى، هو لاعب كورته كويسه، ولاعب بيعرف يعني ايه يعرف يخلص لك ثنائيات الواحد على واحد، يعرف يراوغ من الاخر، لكن قراراته بعد المراوغه مش افضل حاجه، بس في الاخر هو بيفيدك. تعال بقى لمصطفى سعد ميسي. هل مصطفى سعد ميسي في ماتش الكويت ادى الاداء المطلوب منه، او اقنع الراي العام، واقنع المدربين عموما، او اقنع الناس اللي بتتكلم في الكوره؟ مش احسن حاجه. هو ماشي، ممكن يكون كان كويس شويه، بس مش احسن حاجه. مش اللاعب اللي انا اشيل عليه المنتخب، خصوصا انا بلعب ب3 وسط ملعب بيدافعوا بطريقه، يعني المفروض هم 3 اصلا بيدافعوا، فمطلوب من الاثنين الاجنحه هم 2 بيخلصوا. مطلوب من يكون عندي ميسي وموجود مع رونالدينو ومهاجم رونالدو الظاهره، علشان هم دومت اللي انا المفروض انت بتهاجم بس ب3، بدافع ب7 وبهاجم ب3، ف3 دومت يكون عندهم المهارات الفرديه غير عاديه. مصطفى سعد ميسي مش اللي هو مش افضل حاجه. واللاعب التاني اللي انت مختار اللي هو ميدو جابر، اللي هو برده معدي الثلاثينات، هو ده لاعب افضل مصطفى سعد ميسي في النقطه دي. هل لعبته في ماتش الامارات؟ ما لعبتوش اساسي. اسلام عيسى ماشي تمام. غيرت محمد شريف ولعبت مروان حمدي، يمكن بسبب اعتراض محمد شريف، مش بسبب ممكن فني شويه، بس مروان حمدي هو افضل فنيا. فانا لعبت مروان حمدي اللي اتظلم في الماتش ده، رغم انه جاب جون، بس اتظلم في الماتش ده لما ما جاتلوش كور كتير. ومحمد شريف في الماتش الاولاني برده اتظلم، رغم ان محمد شريف في الاصل اصلا او بقاله فتره مش في افضل حالاته، لكنه اتظلم برده بعد ما وجود لاعب بيوصله كتير، ولما اللاعب ده نزل هو طلع. فيمكن دي الحاله اللي زعلته شويه محمد شريف وهو طالع في الماتش اللي قدام الكويت. فانت كده مبدئيا كده في اختياراتك في تشكيله والكلام ده كله مش افضل حاجه. طب تعال شوف بقى في ارضيه الملعب، هل في جمل مثلا اقدر اقول ان المدرب حتى في اختيار اللعيبه التانية اللي هم السكواد في الاساس مش افضل حاجه، اختار العناصر الاساسيه من السكواد ده مش افضل حاجه، او مش هو اللي هيفيدني في ارضيه الملعب؟ طيب هل انا بقى في جمل في ارضيه الملعب نفذتها مثلا واضحه طريقه في الكرات الثابته؟ حصل في ماتش الاول بس قدام الكويت، بس الكره الثابته الاولى او الركنيه الاولى اللي اتلعبت من ورا المدافعين واتلعبت مصطفى سعد ميسي تقريبا، ده انا شفتها. طيب هل في بقى الضربات الثابته برضه، ضربات كنا بنلعبها على القائم البعيد عشان تتلعب سكند بول، اتعمل كذا مره بس التنفيذ مش تمام، ما فيش، لان جوده اللعيبه مش افضل حاجه، تمام؟ اختار اللعيبه مش افضل حاجه. فدي نقطه لازم تبص عليها كابتن حلمي طولان قوي في الماتش الثالث بالذات قدام الاردن. انت هتلعب قدام منتخب الاردن قدام الكويت كسبان 3-1 وخاسر الاستحواذ، قدام الامارات والامارات ناقصه لاعب ومطرد منها لاعب بدايه 19 وخاسرين الاستحواذ. قبل كده في الماتشات الرسميه من شهر 3 من مارس كان بيلعبوا فلسطين وكسبوا فلسطين 3-1 وخاسرين الاستحواذ، بيلعبوا كوريا الجنوبيه متعادلين 1-1 وخاسرين الاستحواذ بنسبه 25% 75%، بيلعب السعوديه خاسر الاستحواذ، بيلعب العراق خاسر الاستحواذ، بيلعب عمان خاسر الاستحواذ. فالأردن خامتهم وطريقتهم في اللعب هو بيلعب على التحولات،
عنده 3 لعيبه مهاجمين ما شاء الله لا قوه الا بالله، لا غبار عليهم. ياسين النعيمات مهاجم، خساره ان هو بيلعب في دول الخليج، خساره ان الراجل ده ما بيحترفش، خساره ان الراجل ده في عنده 26 سنه وبالبروفايل ده وبالمقاومات دي وبالجوده دي ما بيكونش من لاعب في اوروبا. عندك لاعب زي اياد علوان، اللاعب رقم 9 محطه زي الكتاب ما بيقول بقى، مش محطه زي المهاجمين في مصر في اخر اوقات اللي هو مجرد لاعب بيستلم وبياخد فاول وخلاص. لا، ده لاعب بيستلم تحت ضغط وقوي بدنيا، وبيعرف يلف وبيعرف ياخد فاول، بيعرف يلعب ضربات الراس وبيعرف يحرك اللعيب وكورته كويسه وكل حاجه في الكوره، وبيلعب ضربات جزاء وكل حاجه في الكوره موجوده في اياد علوان. اياد علوان نازل نعيمات، والثالث بتاعهم كان موسى التعمري. من حسن حظنا ان موسى التعمري مش موجود في البطوله دي، ما بيلعبش في البطوله دي. فدلوقتي بقى جرب لاعبين في ماتشين مختلفين، جرب حمدون في ماتش الاخير قدام الكويت، وجرب او في ماتش الاول قدام الامارات، وجرب المرضي ضد الكويت. فعندك 3 لعيبه كويسين جدا، وعندك 3 في الدفاع مثبتهم بيلعب ب3-4-3، وعندك 3 في الدفاع مثبتهم. فخلاص كده حاله الريست ديفينس او حاله اللي هو الدفاع بتاعه اللي هيقاوم التحولات موجوده. وعندك لاعب زي نظر رشدان في وسط الملعب، لعيب كورته كويسه جدا، والضربات الثابته عندهم ما بيهزروش. يعني سيبك من الجون اللي دخل فينا في ماتش كويس ده، الكره العرضيه ولعب لعب بدماغه، ده لو حصل في ماتش الاردن انت هتشيل كتير وهتزعل. مقاوماتهم لعيبه كويسه جدا والاردن قويه، فلازما تبدا الماتش بحراسه المرمى. بحراسه المرمى بسام اللي ابهرنا في البطوله دي بامانه، ولازم حسام حسن يبص عليه. اتنين قلوب دفاع بقى، لازم واحد فيهم يقعد. رجب نبيل لازم يقعد وتلعب بالونش. رجب نبيل الكره اللي ياسين مرعي شالها دي وتعرضت، اللاعب بيستلم براحته خالص، مفيش قوه، ونش في دي على طول كان هيدخل، ما بيهزرش. رجب نبيل الثنائيات عنده صعبه، حتى هو بياخد في الثنائيات. يعني شفت في الاحصائيات لقيت رجب نبيل الثنائيات بتاعته كلها تقريبا 100%، الارضيه كلها 7-7. لكن باللي انا شفته اللي انا شايفه بعيني، خلينا نكتب الاحصائيه، او الاحصائيات بقى فيها يعني ايه، بتخترع على ابنها حاجه تانية. يعني الكره اللي اللاعب بيستلم منها، اللي يستلم فيها من رجب نبيل ده ما تحسبش ارضيه، تحسب مثلا عاليه، يبقى هو في العالم مش كويس، يبقى هو في الثنائيات في العالم مش كويس. ياسين مرعي الكره اللي قبل الكره لما سجل هدف، الكره اللي محمد بسام شالها بطريقه يعني بطريقه ما شاء الله لا قوه الا بالله، مع كره الكوت في الماتش الاولاني، يخلي يحط اللاعب ده في حارس لازم أن يكون من الاربعه اللي هيختارهم حسام حسن. يتاخد مكان، ما عنديش مشكله يتاخد مكان محمد صبحي، ما عنديش مشكله يتاخد مكان، رغم ان مصطفى شوبير افضل حاجه، بس واحد من مصطفى شوبير ومحمد صبحي. محمد صبحي مش افضل حاجه دلوقتي، فيبقى مكان محمد صبحي محمد بسام. ياسين مرعي بقى في الوقت ده الكره اتلعبت، الكره وهي بتتلعب شوف تمركز ياسين مرعي وطريقه لفه في ياسين مرعي لف بطريقه غريبه خالص، يعني تدل ان هو الراجل مش عارف وقفته ازاي ولفته ازاي. دي من اساسيات الدفاع اصلا. طب رجب نبيل في كوره، وانت في كوره، واكرم توفيق في كوره، ويحيى زكريا في كوره، في التحول اللي حصل الجون اللي دخل فينا، حتى وقفتنا في الحاله الدفاعيه الريست ديفنس بالنسبه لنا، يعني مش عايز اقول لك كوارث. تقريبا في ال 18 بتاع 18 ضربه الركنيه، الفريق كله في ال 18، وبقيه الفريق ناحيه الشمال، ومفيش توزيع، مفيش 5 بيدافعوا مثلا و5 بيهاجموا، مفيش ناس واقفه على ال 18 مستنيه الكره الثانيه، الكلام ده كله مش موجود. فدي كلها كوارث حصلت في الماتش ده، فلازم عشان تتغاضى عنها في ماتش الاردن، اللي ان شاء الله من حسن حظنا ان الاردن كده صعد اول 6 نقط، مهما اكتر فريق هيجيب نقط وهيجيب 4 نقط او 5 نقط بالنسبه للمنتخب مصر، فكده اردن اول. فممكن تريح لعبتها في الماتش الثالث ده وتلعب لك مش بسكواد اساسي، فدي النقطه اللي ممكن ان شاء الله تعمل حاجه يعني تكون كويسه. بس ممكن برضو الاردن تقول لك لا يا باشا انا عايز اخد ال9 بونت عشان العب، ادي ثقه لعيبتي اكتر واكتر، فبالتالي كده خلاص يلعب لك بالسكواد الاساسي. فحط ده في الاحتماليه بالنسبه لك. فلازم تبدا الماتش بتاع الماتش الاخير ده بموجود عندك 2، العب بقى ب4-2-3-1، العب بكريم العراقي ناحيه اليمين، بحسين ناحيه الشمال، اكرم توفيق وغنام محمد، لعيبه 2 دبل فوبل زي كتاب ما بيقول، لعيبه صغيرين في السن، الورك ريت عندهم عالي جدا. اكرم توفيق في الماتش الثاني ده، وحتى في الماتش الاولاني هو من اكتر لعيبه او اكتر لاعب واخد عامل مراوغات صحيحه في البطوله لحد دلوقتي. يعني هو جايب تقريبا 5 مراوغات الماتش الاخير من 5، يعني المراوغات اللي حاول يعملها ال5 جابهم صحاح. والثنائيات عنده ما شاء الله لا قوه الا بالله، حاجه تقيله جدا، ولازم يكون موجود مع حسام حسن في كاس افريقيا، عشان انت هتلاعب اجنحه ما بتهزرش. محمد هاني مش هينفع معاه، لازم عندك جناح قوي، باك قوي زي اكرم توفيق.
فاكرم توفيق عندك، وعندك غنام محمد، والعب قفشه، واديله انت لعب صانع العاب كلاسيكي. العب بقى كورتك يا باشا، مالكش اي ادوار دفاعيه، حرك لي بقى الملعب، وصل لي مروان حمدي، حرك لي الدنيا، وعندك اسلام، عندك اسلام عيسى ناحيه الشمال، وميدو جابر ناحيه اليمين، والعب بقى على هذا المنوال. مروان حمدي طبعا مهاجم، وعمليه الريست ديفنس عندك الحاله الدفاعيه يبقى الثلاثه قدامهم اثنين، ثلاثه مدافعين، الجناح العكسي دايما او الباك العكسي دايما، وادي حريه اكتر ليحيى زكريا، وخلي اسلام عيسى في مناطق الهاف سبيس، ومودي جابر ماسك الخط دايما، ويبقى اكرم توفيق مع الونش مع ياسين مرعي، الثلاثه بيدافعوا، وقدامهم اثنين، وغنام محمد او كريم العراقي قصدي هو اللي راجع الناحيه الدفاعيه، وعندك اثنين دبل فوت، اكرم توفيق وغنام محمد، وعلى استحياء اكرم توفيق وغنام محمد، واحد بيطلع شويه واحد بيرجع شويه. فعندك حاله ريس ديفنس قويه جدا، لانه هيقابلك بالتحولات، فانت تبقى مأمن دنيتك. وعندك بقى عايز اشوف بقى جمل بقى، عايز اشوف قفشه بيحرك مروان حمدي، عشان مروان حمدي لو جات له فرص كتيره اللاعب ده مش هيغزلك. هو لاعب ما شاء الله لا قوه الا بالله، ضربات الراس عنده قويه جدا، ولاعب كورته كويسه برضه على الارض، وحريف وكل حاجه، فهيفيدك. ولازم برضه ده يكون ليه بصه لحسام حسن في قائمه افريقيا. اتمنى ان شاء الله، اتمنى ان شاء الله ان المنتخب يقدر يتجاوز الاردن منتخب مصر، ونقدر نوصل للدور الثمانيه، عشان هتبقى وحش قوي، شكلها وحش قوي ان منتخب مصر بقيمه واسم منتخب مصر انه يطلع من دور المجموعات في كاس العرب، خصوصا انها بطوله قويه جدا.